اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا النهارده بقى يا حبايبي نكمل لكم الرحله بتاعتنا العسل السكر. انا نزلت لكم منها جزئين، ده اخر جزء وختم بالمسك. الف حمد والف شكر ليك يا رب، الف حمد والف شكر ليك يا رب. لان انا يا حبايب قلبي والله العظيم انا ما بنحب نروح اي فسحه من غير ابو سيف. ما بنحبش العيال، بنبقى خايفة عليهم وبنبقى معجوقة، وزي ما انتم شايفين زي ما هتشوفوا الاخر كده ايه اللي هيحصل. طيب ايه اللي هيحصل يا ام سيف؟ خليكم معايا، هننبسطوا وهنتفسحوا فسحة ما لهاش زي ولا ليها مثل. والله فسحة يا حبايبي كانت عسل وسكر، وانبسطنا وضحكنا ونزلنا سبحنا، والعيال نزلوا المية كتير وانبسطنا ولعبنا وفرفشنا وكيفنا وكلنا وشربنا. وصاحبتي كانت عامله لنا سمك ورز صياديه وسلطه وبطاطس محمره وخضره وخيار، وبيبسي وعصير، وكانت مظبطانا وفستق وكاجو، وكانت مظبطانا تظبيطه من الاخر. الله يا رب يجعل الخير عندها يا رب ويسترها دنيا واخره، اللهم امين يا رب العالمين. والله العظيم يا جماعه قبلكني مقابله ولا اخت، والله الاخت ما تعمل زي هي ما عملت معايا، وفسحتنا فسحه من الاخر وما خلتش مكان في العجب اللي هي موديانا فيه، وبسطت ولادي. وقال لك المثل عندنا في مصر تدي الابن بلحة تنزل في قلبي فرحة زي ما بيقولوا. ربنا يا رب يجعل الخير عندها وخلي لها ابنها وفرحها بيه، اللهم امين. طيب يا حبايبي انبسطنا ولعبنا وكيفنا، وزي ما انتم شايفين كده ام سيف الهبله خدت الولاد ونزلت الميه، شفتوا بهدومي بحالي بكفة ما يكون. انا اللي تحت في الميه دي يا حبايبي، انا اللي نزلت، انا اللي نازله في الميه ده. خدت محمد وعبد الرحمن وسيف وابنها ربنا يبارك لها فيه يا رب. خدتهم الاربعه ما شاء الله ما شاء الله، الله يحميهم يا رب. خدتهم الاربعه نزلت الميه. نزلت تم يقولوا لي ما تخافيش، كل ما يدخلوا بيا جوا ونقول لهم هتموتوني يا اولاد هتموتوني عمالين ياخدوني ويدخلوا، انا مكيفه على الميه وعماله ندخل معاهم زي الهبله. العيال يغرقوك يا ام سيف، ارجعي يا ام سيف، ارجعي يا ام سيف، العيال هيغرقوكي. حموده يا حبيب قلبي بخاف من الميه، بخاف جو من الميه، بس ما كنت بنقوله تعالى يا حمو ما كانش بيرضى، كنت سايباه على راحته يعني، ما كنتش كل لما ناخده بالغصب كان يعيط وما كانش يرضى يعني يروح معايا، فانا سبته على راحته كده على الشط من بره يلعب. بس هي فرحة العيل انك لما تنزلي بيه فسحة ولا حاجة تسيبيه براحته، تسيبيه براحته خالص زي ما بيعمل خليه يعمل، بس انك تديري بالك عليه يغرق يعمل كده. فانتي الله يا رب يحمي لي ولادي ويحمي لكم ولادكم كل السامعين والشايفين، اللهم امين. نضلوا بس نديروا بالنا عليهم، ما يفوتوش جوا قوي، ما يلعبوش زي سيف كده ما كان هيعمل كده في الاخر وانا شخطت فيه عاوز ينام على ظهره على الميه. تخافي الميه تدخل في حنكه ويشرب ولا حاجه يجرى له حاجه، الله لا يقدر يا رب ولا يكون ولا يسويني فيهم يا رب، اللهم امين يا رب، خلوهم لي يا رب. وايه كمان، وتخلوا بالكم منهم برضو. عيل يختص يشرب ميه، عيل يفوت جوه. العيل برضو يا حبايب قلبي، انتي اصلا لما بتنزلي الميه بتحسي ان مفيش شيء، بس الميه بتبقى تاخدك لجوه، فانتي تديري بالك على قدر امكانك. انا كنت قبل ما نطلع نفوتهم قدامي الاول، يعني لو انا فت جوا معاهم بس انا معاهم، لو حاجة حصلت ولا كده ما شاء الله ما شاء الله مركب الشرطة شغال، الله لا يقدر يا رب ولا يكتبها عند اي حد يا رب، مركب الشرطة شغال، الله اكبر يعني. والله العظيم يا حبايب قلبي في الاردن امان امان، منين ما تروحي بتلاقي امان.
في الشوارع الشرطة مالية الدنيا، في البحر الشرطة مالية الدنيا. يعني انت رايحة ليه لوحدك يا ام سيف؟ ابو سيف فين يا حبايب قلبي؟ ابو سيف في الشغل، ما يقدرش يسيب شغله، شغله حاكم عليه انه ما يسيبهوش. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب على نعمة ربنا. طيب انا اخدت الولاد كده ونزلت عند صاحبتي، قعدنا 3-4 ايام، وهي والله ما قصرت معانا نهائي نهائي نهائي، فسحتنا ووكلتنا الحلو كله، شربتنا الحلو كله. طيب انا يعني ما الاردن مهما نروح فيها يا حبايبي، اي مكان اي مكان قسما بالله انا عمري ما بنخاف. ليه؟ امان امان يا حبايبي، امان قد ما تقدروا قولوا. يعني مجرد البحر اهوت، مركب الشرطة شغال ورايا، يعني الشرطة قاعدة قدامي على الشط، وفي شرطة في المية من جوه، يعني في الجهتين، الشرطة جوه تحت في المية، المركب قاعد يلف، وفي شرطة على الشط قاعدة على الشط. يعني أمان منين ما تروحي أمان، والناس محترمة وناس قمة الأدب والأخلاق ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. لا في العركات عرايك يعني، ولا عيل يروح شمال ولا يروح يمين، وحاطين لك حدود كده انك ما تعديهاش في المية. هنا خدت طبعا، بسطت ولادي وسبحوا وبلبطوا في المية وضحكنا وهيصنا، وبتاع العصير رايح جاي بناخده منه، وبتاع الترمس رايح جاي بناخده منه، وبتاع الفستق رايح جاي بناخده منه. وصاحبتي كانت جايبه لنا معاها كاجو، من شاريه لنا كاجو، يعني جايبه معاها من البيت، كانت جايبه لنا عصير بارد، وكانت جايبه لنا بيبسي بارد، والسمك ورز صياديه وسلطه وبطاطس محمره والخضره. وكيفنا والله يا حبايبي، كيفنا تكييفه من الاخر، انبسطنا انبساط. بعد كده مفيش بقى. في الوقت ده كان فاضل على المغرب مش عارفة ساعة ولا نص ساعة، والله ما انا عارفة. يعني في الوقت ده كان الجو بيجنن، كان الجو عسل كده. طبعا ام سيف لسه مستمرة في المية، يا ويلك يا ام سيف. بس اصبروا اصبروا وهتختم بالمسك ان شاء الله. والله يا حبايبي الف حمد الف شكر لك يا رب. انا حصل اللي حصل ده في الاخر، الحمد لله، الف حمد الف شكر لك يا رب. اللي حصل ده في الاخر، بعديها قلت ستوب خلاص، هي سكرت معايا، او مش عارفه، انا نسد نفسي او خفت على الباقيين. فقلت يا بنت لا، انت خديها من قصيرها، خديها من قصيرها، ربنا يمكن ربنا قاعد بيعمل فيكي، يعني بيحرس فيكي، بيقول لك خديهم بقى وروحي، او بكفي كده او كده. بصراحه يا حبايبي احنا اليوم ده بدعنا، بقيت نقول استرها يا رب، من كتر الضحك اللي انا ضحكته انا وصاحبتي، والانبساط اللي احنا انبسطناه، وكنا طايرين بالفرح كده، وكنا والله العظيم كنا حاسين ان احنا في الجنه والله العظيم يا حبايبي. انبسطنا انبساط اليوم ده، كنا طايرين بالفرح. بس الحمد لله الحمد لله، اتحايلت عليا جيت لي يا بنت الحلال، يعني اللهم يعني قدر الله ما شاء فعل، وخلص وخلي العيال ينبسطوا، وخلي بنتك قاعدة جنبك ومش عارفة ايه. فقلت لا، قلت خلاص، سكرت معايا، خدتها بقى، خدتهم كلك وروحت. قلت بلا أشوى من بلا، يعني خليني نروح بيهم على خير وسلامة، وهم يصيحوا يقولوا يا ماما خلينا شوية، يا ماما خلينا شوية. قلت لا، قلت خلاص كده، هو بلا أشوى من بلا. يمكن ربنا قاعد بيقول لي خدي ولادك وروحي، بيديني إشارة، قدر ربنا. والله العظيم يا حبايب قلبي، قسما بالله أنا ما منخبي عنكم أي شيء. قلت يمكن ربنا قاعد بيديني إشارة، بيقول لي خدي ولادك وروحي، صح ولا لأ؟ لما حصل اللي حصل ده الآخر، قلت يمكن ربنا قاعد بيديني إشارة، بيقول لي خدي يا ام سيف ولادك وروحي. قلت الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وألف شكر يا رب. خدت ولادي بقى ورحت عند صاحبتي بيتنا، وصباحنا روحنا. بس الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. هي إصابة بسيطة بسيطة خالص، بس بقى إيه، أنا من النوع الوسواسة. يعني أنا خدتها كده، خدتها إن أنا ربنا قاعد يديني في إشارة، بيقول لي خدي ولادك وروحي. بصراحة يا حبايبي من كتر الضحك اللي ضحكناه
والانبساط اللي احنا انبسطناه. انا كنت خايفة لان بصراحة انا ما بنحبش نضحك، لما بنضحك او بنفرح حاجة بتحصل سبحان الله. انا موكوسة كده طول عمري. الف حمد والف شكر لك يا رب. وبنقول برضو ان يعني اللهم لك الحمد، دايما نقول اللهم لك الحمد. دايما اي كارثة اي فرح اي اشي بيحصل لي بنقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وبلاء اهون من بلاء وابتلاء ربنا حلو، فكرة وتفكير ربنا حلوة. بس بقى انا بنقول ايه، بنقول ربنا يمكن بدينا اشارة، يمكن ربنا بدينا معلومة، يمكن كده يمكن كده. فانا بناخد من ابسط الاهوان يا حبايبي. انا بالذات يعني وسوسة شوية وبنخاف على اولادي حبايب قلبي، لان انتوا عارفين ان انا في الغربة وشفت اولادي دولت بعد سنين سنين سنين. فقلت بقى ايه الحمد لله اللي هي جت على قد كده، وخدتهم وروحت. يعني ما تمتش قاعدة لما حصل لبنتي اللي حصل ده، يعني ما ضلتش قاعدة. هو في امان على البحر زي ما قلت لكم كده، شرطة في المية وشرطة ورايا قاعدة على الشط، يعني امان امان. وهنا الناس محترمة جدا. بس انا خفت عيل يشرب مني مية ويشرق. شفتوا سيف اهوت. يعني انا سيف ما كانش سامح، مش راضي يسمح كلامي. يا سيف غلط، يا سيف ما ينفعش، يا سيف انا خايفة عليهم يا حبايبي، والله انا عايزاهم ينبسطوا بس انا خايفة عليهم. يا سيف ما ينفعش، ما تنامش على ظهرك يا ماما، ما تختص كده يا سيف. نبقى خايفة اشي يجرسوا في وشه، خايفة يشرب مية، خايفة اشي يحصل لهم. مش عارفة تعرف ابو سيف لو معايا والله العظيم يا حبايبي من ولا نسال فيهم. ليه؟ ابوهم بيبقى منتبه لهم، وابوهم بيشخط فيهم، بيرجعوا بسرعة او بيسمعوا لابوهم. اما انا بيهزوا هزين علي ومش بيسمعوا كلامي ومش بيردوا علي. عبد الرحمن دخلت في ودنه مية ساعتها، وقعد يفضل مية في ودنه، وفوق من ده كله كمل برضه. وسيف عمال ينام على ظهره في المية، وتخافي عيل يروح مطبوش على بطنه يروح معوره. تخافي. مش عارفة انا اللي حصل لي ده خدتهم ورحت مروحة. بس والله ضحكنا ياما وفرفشنا ياما وانبسطنا كتير، وكلنا الحلو كله، شربنا الحلو كله على البحر، وانبسطنا كتير كتير كتير. احنا رايحين يا حبايبي البحر من الساعة 1 الظهر، ما روحناش الا الساعة 12 بالليل. يعني كانت الساعة جات 12 بالليل وما كناش هنروح برضو. يعني كانت الساعة جات 12 وما كناش مروحين. احنا طالعين من البيت على اساس نروح الصبح، يعني على 5 كده من على البحر نروح على 5، وبعد كده نروح بقى. وتعالوا شوفوا المفاجأة. شفتوا يا حبايبي؟ نزلت المية، قالت لي يا ماما بقى خد التليفون انتي صوري شوية وانا ننزل المية. شفتوا؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. خدت الاشارة ديت من ربنا ولميت ولادي وانطلقت على البيت، ما قعدتش يا حبايبي. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. صبحها انفتح من اول الصبح لاخر صبحها، يعني من اول صبحها لاخر صبحها انفتح في المية. وفتح انتوا متهيألكم انه بسيط، وبس هو غميق والله يا حبايبي. يعني انا رحت للصيدلي، الصيدلي قال عايز خياطة، بس الحمد لله. يلا حبايبي نشوفكم على خير، وسلام عليكم.